مفيش اسهل ولا اسرع من كده وصفة لجوع اخر الليل. عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق او نص كيلو، عندي معلقة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة زعتر ورشة ملح، وهقلبهم مع بعض. عندي بقى الخليط السائل 3 بيضات، نص ربع كوباية زيت، كوبايتين من شرش اللبن او المية، معلقة خل، واقلبهم كويس مع بعض. شرش اللبن انا قلت لكم ان انا بشيله عندي في الفريزر لاي وصفه اعملها بيها معجنات. طبعا ممكن ميه، مش هيقول لا. قلبي كويس. طبعا انا بقى هنا ايه، زودت كمان كوبايه من اللبن، كوبايه من شرش اللبن، انا بعتذر. طبعا قلت لك ممكن تستخدمي ميه، بس ميه دافيه يا جماعه، او الشرش اللبن ده هيكون دافي معايا مش سخن. وعندي بقى هنا صاج هدهنه معلقه من الزيت، وهنزل بالخليط السائل ده في قلبي كده، وهوزعه كويس قوي فيه. هدخله في فرن درجة حرارة 170 في الرف اللي في النص، هياخد 10 دقايق بس. وهيطلع بقى هنشوف هنعمل ايه فيه تاني. بس انا عندي هنا فلفل سبايسي، اي حشوة بقى، اي حاجة عندي في التلاجة هعملها، مش هجيب اي حاجة من بره. انا عندي فلفل سبايسي زي ما قلت لك، ممكن رومي ممكن الوان. عندي كمان كام قطعة جبنة كده رومي هقطعهم، وعندي كمان كام قطعة لانشو بالزيتون وهقطعهم برضو عشوائي. بس كده خلاص كده. ال10 دقايق اللي عندي عدوا 10 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده عشان ما يتلسعش معاكي اهوت. عندي بقى ايه، صلصه بيتزا او كاتشب هدهنهم من فوق الوش. طبعا دي البيتزا السايله، اسرع حاجه ممكن تعمليها بقى لجوع اخر الليل بصراحه يعني. هي بالظبط 20 دقيقه وبتتعمل وبتطلع معاكي. انا وطبعا هنا الجبنه الرومي بقى لازم ايه، البيتزا ما تحلاش من غير جبنه رومي. وهوزع الحشوه بتاعتي دي فوق الوش، وما جبتش حاجه من بره، والفلفل، واحط كمان جبنه موتزاريلا من فوق الوش كمان. بجد كانت حشوه قمر، وطعمها كان حكايه، ريحتها بس لوحدها كده من غير اي حشوه كانت تحفه. هرجعها الفرن تاني مده 10 دقايق كامل لغايه الجبنه بس دي ما تسيح، وبس خلاص. ممكن طبعا ممكن تعملي اي حشوه انت عاوزاها. ودي كانت وصفتي النهارده. بصوا طريه يا جماعه، بصوا قمر قمر. ما تنسيش لو المحتوى بتاعي عجبك، ما تنسيش تعملي لايك ومتابعة صفحتي عشان يوصل لكل وصفة جديدة انزلها. مع السلامة.